يا جماعة اليوم جايبتلكم وصفة دجاج تركي خرافية طرية متبلة وريحتها بتجنن، مع الخبز والبيواز والسلطة التركية بالخضار المشوية. الوصفة سهلة وما بتحتاج مكونات غريبة، وكل الخطوات بسيطة بس النتيجة ولا أروع. يلا نبدأ ونشوف مع بعض كيف نعمل أحلى دجاج تركي بطعم المطاعم. بداية رح أبلش بتتبيلة الدجاج التركي. رح أحتاج 3 حبات بندورة، بصلتين، 5 حص توم تقريباً، قرن فلفل حار أو جزء منه حسب الرغبة، معلقتين كبار دبس فليفلة، معلقتين كبار صلصة بندورة، معلقتين كبار كاتشب، معلقتين كبار لبن، ربع كوب عصير ليمون، معلقة كبيرة بابريكا، معلقتين صغار زنجبيل، ملح وفلفل أسود، ونص كوب زيت زيتون. كل المكونات بالماكينة وبخلطهم لأحصل على تتبيلة ناعمة. وعندي ملاحظة هون على دبس الفليفلة، إذا مش موجود بتقدروا تضيفوا الفلفل الرومي الأحمر. وهالخلطة رح أستخدم نصها للدجاج والنص التاني للخبز. عندي هون دجاجتين قطعتهم 8 قطع وغسلتهم كويس وعملت فيهم شقوق، تبلتهم بنصف التتبيلة ورح أحطهم بالتلاجة من 4 ساعات لحد ليلة كاملة. وهاي الخطوة كتير مهمة بتفرق معكم بالطعم والنكهة. حدخل الدجاج على فرن محمى مسبقا لمدة ساعة إلا ربع أو ساعة حسب الفرن. هلأ جبت الخبز العربي وفتحته من النص ورح أدهنه بالتتبيلة، وممكن تدهنوه كمان بدبس الفليفل الحمراء بتعطي طعم كتير زاكي. حدخله الفرن بشويه حتى ياخد لون حلو. وهلأ حنحضر البيواز، عبارة عن بصل، بقدونس، عصير الليمون، بتقدم مع الدجاج التركي وكمان جنب المشاوي. أنا عملت هون 4 بصلات قطعتهم شرائح، ضفت لهم ملح وسماق، ضفت لهم كمان معلقتين عصير ليمون، معلقتين زيت زيتون. هلأ في ناس ما بتحط زيت الزيتون بس أنا بحب أضيفه، بيعطي لمعة وطعم زاكي للبيواز. ضفت البقدونس وشرائح الليمون. استوى الدجاج دهنته بخلطة التلميع، وهي عبارة عن معلقة كبيرة دبس فليفلة، معلقة كبيرة دبس بندورة، 4 معالق كبيرة زيت زيتون، معلقتين كبار مي أو حسب الحاجة. حدهن فيهم الدجاج وأدخله تحت الشواية ليتحمر وياخد اللون الحلو. وبعد ما طلعت الدجاج من الفرن ضفت له فحمة وعليها قطرات من الزيت وغطيتهم بالقصدير لياخد هالطعم المدخن الزاكي. وطبعا ما بتكمل هالأكل الزاكي إلا مع سلطة المشاوي التركية. رح أحتاج حبتين فلفل رومي، فليفلة حلوة، حبتين بندورة، حبة بصل، نص راس توم، فلفل حار حسب الرغبة، رشيت عليهم ملح وفلفل أسود وزيت زيتون. وروح أضيف لهم كمان ربع كوب بقدونس مفروم، ومعلقة كبيرة معجون بندورة، معلقة صغيرة شطة أو بابريكا حلوة، نص معلقة صغيرة كمون، معلقة كبيرة خل البلسمك بيعطي طعم غير للسلطة ومميز، وكمان حضيف ملح حسب الرغبة. خلطتهم خلطة خشنة وقدمتهم. وهون في ملاحظة، بتقدروا تقشروا الخضار وبتقدروا تشووا كمية كبيرة وتحتفظوا فيها بمرتبان بالتلاجة. سخنت الفرن على حرارة 200، دخلت الخضار وأخدوا معي تقريبا نص ساعة، تركتهم يبردوا شوي وبعدين حطيتهم بالماكينة وضفت لهم بقية المواد. هيك وصفتنا خلصت، وصفة كاملة متكاملة. رتبت الأرغفة بصحن التقديم وعليه البيواز والدجاج المدخن وجنبهم هالسلطة الفخمة. قدموا هالأكلة بجمعة العيلة واستمتعوا بالنكهات الزاكية، وصحتين وألف عافية.